يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا فيكم في مطبخ بس المتواضع. حبايب قلبي، كيفكم؟ شو أخباركم اليوم يا حبايبي؟ بس بدها تعمل كيكة التفاح. يلا نبدأ. يلا نبدأ، أنا بحبش أطول عليكم عشان ما تحكولوش إنك بترغي كتير. أول ما نبدأ مثل ما تعودنا حبايبي بنرتب لساننا بالصلاة على النبي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندي هون بدي أحط كستين من الطحين. هي أول كاسة، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي حبايبي الكاسة الثانية. عندي هون يا حبايبي معلقة تقريبا كبيرة من البيكنج باودر. وعندي هون رشة من الملح. طبعا الملح يعني نتفة صغيرة، رؤوس أصابعك. طبعا هي خلطنا هون الطحين مع البيكنج باودر. طبعا احنا نعملها بأسهل طريقة، نسهل علينا الشغل. شايفين حبايبي؟ هسا نحط هدول على جنب. خلصنا من هون، هسا بنجيب الخلاط. خليني أفك الخلاط. عندي هون بيضتين درجة حرارة المطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هي أول وحدة وهي الثانية. بنحط عليهم معلقة من الفانيلا. وهي كاسة إلا ربع من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ونص كاسة من زيت الذرة. شايفين حبايبي؟ احنا حكينا كل المقادير عنا بسيطة جدا. نص كاسة من المي، واذا انتي حابة تحطيها حليب برضو حطيها. انا عندي حليب بس حكيت انه اليوم كيكتنا اقتصادية وراح تطلع اروع من هيك ما في. خليني اضربهم بالخلاط عشان الصوت مزعج. هاي حبايبي بعد ما خلطناهم، شايفين؟ هسه بدي اركنهم على جنب. هاي حبايبي طبعا عندي هون 4 حبات من التفاح. انت مثل ما بدك، تفاح احمر تفاح اصفر جايز. عندي صينية هون طبعا حطيت فيها ورق الزبدة. شايفين؟ بدي اصفت هون. بسم الله الرحمن الرحيم. صفتي عشوائي يعني. هاي حبايبي الطريقة هاي مصفتهم كلهم بجنب بعض. هاي حبايبي طبعا انا مولعه الفرن. اول ما بديت بالشغل ولعت الفرن على درجه حراره 170. حبايبي عندي هون معلقتين من الزبده. طبعا انا عامله الكراميل كنت عملته قبل، يعني كان عندي من الاول، فبدي اسيح الزبده واحط الكراميل. بعدين ان شاء الله راح انزلكم طريقه الكراميل اللي انا عاملها. اي حبايبي شايفين حبايبي؟ انا طفيت الغاز لانه عندي الزبده حميات، بدي نشعل الغاز شوي. انا بس عشانها جامده كانت بالثلاجه الكراميل، عشان هيك حطيت معلقتين الزبده. هيك خلص. ها هاي حبايبي هاي حبايبي بدي ارش شويه قرفه.
طبعا القرفة هاي اختياري، حبيت ترشيها رشيها، في ناس ما بتحبها، انا بحبها. هسه حبايبي بدنا ننزل الخليط اللي خلطناه. خليني اشوف المضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حبايبي؟ هاي شايفين حبايبي؟ شايفين كيف؟ الطريقة هاي يمكن الصينية تكون كبيرة عليهم، ما بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع الخليط ونشيل هدول كمان اللي هنا. طبعا حبايبي بنخبطها كمان خبطة عشان ايش؟ بس نطلع الهواء اللي فيها وتصير مستوى واحد. شايفين كيف الفقاعات طلعت؟ ازعجتكم صح؟ بعرف. هسا حبايبي بندخلها الفرن، طبعا على الطبقة الوسطى بكون مشغلين الفرن من تحت على درجة حرارة 170 180 أقصى حد، ومرات هي بتاخد وجه كمان من فوق ومرات لا، من يعني هيك يعني تقريبا دقيقة دقيقتين بنحاول نحمرها. طبعا بعد ما نفحصها استوت من جوا ولا لا. طبعا احنا عندنا تبعون تبعون العيدان الكباب نفحصها فيه، او سكينة، يعني مش شرط سكينة، اي اشي بتقدري تغطيها وتشوفيها انها مستوية من جوا ولا لا. هسه بندخلها الفرن حبايب قلبي. هي حبايبي طلعتها من الفرن، طبعا هي محل ما انا فحصتها انها من جوا مستوية ولا لا. طبعا مستوية، بس بستنى عليها شوي عشان ايش؟ اقلبها. شايفين؟ مش عارف اقلبها بهاد، خايف يطلع صغير عليها ولا بهاي. احكولي اقلب بهاي ولا بهاي؟ خلص هيني قلبتها بهاي. شايفين؟ هاي اكبر، هذيك خفت منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. شايفين؟ بس سخنة 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 سخنة. عندي الفرن شوي مايل، أظني أدير فيها وأنام، بحبش أفتح الفرن، لازم أني أظني أديرها. عاملة جورة هون رغم إنها مش مكبوبة، يعني فيش إشي. هاي شايفين؟ ما في إشي مكبوب طقت هاي شكلها عشانها بلاستيك وهي سخنة. مش مشكلة. هسه بنحاول ننقلها بصينية تانية. سمعتوا صوتها؟ هي نقلتها بالصينية هاي. طبعا هي سخنة، بس أنا بحاول أقسم منها وهي سخنة. هاي حبايبي شايفين ما شاء الله. ولا أروع من هيك. شايفين؟ شايفين كيف مستوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد هشة وطرية، اشي روعة روعة. بس شو مالها؟ سخنة سخنة سخنة. شايفين حبايبي؟ هي الصينية كمان كبيرة شوي عليهم، يعني شايفين؟
صينية كبيرة شوي عليهم اللي أنا يعني خبزت فيها، مش هاي. ممكن تكون أصغر من هيك، بس أنا هيك بحب خملها، لأنها شكفة واحدة الواحد يقدر ياكلها كلها، بس لما تكون الشكفة خميلة صعب الواحد يكملها، وأنا ما بدي نصاص ضل بواقي من الصحن. هيك يعني بيقدر الواحد يخلصها كاملة الحبة. شايفين حبايبي؟ ولا أروع من هيك. حبايب قلبي، وإن شاء الله بنال إعجابكم، جربوها من مطبخ بسبس. حبايب قلبي، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة وشير ولايك حتى يوصلكم من مطبخ بسبس كل جديد. وهيك حبايب قلبي بتخلص وصفتنا اليوم، وبشوفكم بوصفة جديدة من مطبخ بسبس المتواضع. سيبوني خليني أروح أكل هاي شقفتي. يلا باي. لايكات ودعم القناة ودعوة حلوة منكم. أشوفكم على خير. باي.